عسلامة ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير. دبرتنا اليوم مقرونة بالكروفيت ولا الشفرات كما تحبوا نتوما. عندي كمية متاع كروفيت، اخترت الكعبات الخشان، حطيتهم على شيرة ما قشرتهمش باش نزين بيهم من الفوق، وشطر الاخر نظفته مليح، نحيت له السلسول هذاك الكحل يلزمو يتنحى، وسقطرتهم في الماء باش نطيب بهم الصوص متاعي. هذه هي المكونات متاعي، طريقة ياسر سهلة وما فيها حتى شيء، في ساعة تحضر نصيف ساعة تكون المقرونة حاضرة به. ثم أستيس تراو كيفاش نطيب بها المقرونة، جربوها ياسر وتبعوا الاستيس هذيك ياسر تسيب لكم نكهة في الصوص متاعكم. قبل كل شيء ندفي، ناخذ المقلة متاعي ندفي شوية زيت باش نقلي فيه جرينات فلفل حارين سيبوا نكهتهم في الزيت هذاك، ومن بعد باش نطيب فيه الصوص متاعي. اشتر الكروفيت اللي قشرتها، الروس متاعها شللتها مليح وسقطرتها وحطيتها في شوية ماء تغلي، هاو كريتوها في الكسرونة، تسيبتك النكهة. هذه أستيس تحفونا برشا تبنن لكم الصلصة متاعكم. نحيت جرينات الفلفل، طيب باش نحط الكعبات الكروفيت الخشين اللي باش نزين بيهم من بعد، باش نطيبهم في الزيت من الاول ونفوحهم يطيبوا هكاك، عبارة كأنهم مقليين مشويين، يجيو بنين برشا برشا. باش نفوحهم بكعبتين ثوم قشرين، شوية فلفل اكحل كعب، شوية كركم، شوية ملح، وريق قرنت هذاك الثوم، كعبات فلفل اكحل، ريق قرنت، قليهم في الزيت على نار هادية ونقلبهم. شوية ملح باش ما تجيش من بعد تجي الكروفيت ماسطة، هاكا تبدا مفوحة من الاول، والزيت هذاك ياخذ لفاح من الاول ومن بعد نطيبوا فيه الصلصة نتاعنا. هاكا ريتوهم قلبتهم، توا باش نمرقوهم شوية بالماء هذاك نتاع روس الكروفيت. ردوا بالك نجيو نظفوه، راهو فيه التراب، شلوه مرتين وثلاثة نسقطروه. كولور متاعهم محلاه، ونفس الشيء زادا يطيبوا معناتها. بعد ما نعاودوش نرميوهم في الصوص، نزينوا بيهم في الاخر. نغطيهم حكاية درجين 10 دقائق هكاك، لما هما طابوا نحيهم توا على شيرة وحدهم. ما ننساش نحي من بعد الروس نتاع الفلفل الاكحل، خلي الثوم والرند، ونحلو الطماطم نتاعنا في الزيت هذاك. هذه الشفرات اللي نظفتها نحطها من الاول ونقليها شويه. لازم تنحيو السلسول هذيك الاكحل من تالي، راهو كي يطيبو هو بالسلسول نتاعو من بعد يولي يابس حصحص، يلزمو ينضاف هذاك، يلزمو يتنحى شويه. الثوم اللي حضرته قسمته على 2، شويه من الاول وشويه باش نحطه في الاخر قبل ما نطفي. هذيك الطماطم كعبتين طماطم رابي فريش، قليهم مع بعضهم على نار هاديه ما نقويش. في نفس الوقت حطيت الماء هنا يغلي نتاع المقرونه، ما نحكي لكمش على الريحه ان شاء الله.
ياسر سواء كروفيت ولا شفريت ياسر تسيب بنة في المقرونة شيء كبير. به كعبت مغرفتين طماطم معجونة حليتهم في بالماء هذاك اللي غليت فيه الروس متاع الكروفيت. حلو طماطم بشوية بالحق جربوها ما تندموش. باهي نحطو توا الطماطم نتاعنا باش نزيدوها. لهي عندي هريسة عربي حارة ديري هذه الهريسة الفيديو هذا عنده مدة نصور وما هبطوش توا راني سهلة القدرة حبيت نهبطه بخلية راني ياسر في القناة متاعي ياسر عندي بخل ان شاء الله نرجع ونهبط ديما وصفات شوية تبل وكروية. لاستيس ثالثة نمرقوا الصوص بالماء متاع المقرونة زادا يعطي نكهة على نار هادية نخليوها تطيب خليو النكهات تاخد من بعضها. في الاخر رميت عندي قرن فلفل زادا هذاك الحار قصيته رندلات جويدة خليه يبقبق في الاخر. نزيد كمية الثوم اللي قعدت شطر مغرفة نزيد نحطها. الثوم خاطر كي يطيب برشا من الاول ما عادش يعطي منفعة هاكا حط شوية من الاول باش تفوح بيه طنجرتك وشطر الاخر حطه في الاخر باش يقعد فيه هكا المنافع متاعو الثوم ما ياخوش الحرارة القوية. كهو سقطرنا المقرونة نتاعنا شطرت يابسة شوية تبدا مش لازم نخليوها للي تطيب خاطر باش تكمل هي تطيب مع الصوص مش لازم نجمروها راني مانيش باش نجمرها جوست شوية تشرب الصوص ونهبطها خاطر اذا كان باش نجمروها باش تشحلنا هكاكا المقرونة وما عادش بنينة تولي شايحة مقرونة شايحة الصوص شايح لا تبدا هكا الصوص جارية شوية كهو نخلطوها ونقدموها. هذه هي الطريقة بنا ما نحكي لكمش. ان شاء الله تعجبكم. هذه مقرونتنا حضرت مع كويس جازوز بارد. ان شاء الله تعجبكم الطريقة وبسلامة وفي الامان.